في زمن الإنترنت والفرص اللي بقت حوالينا في كل مكان، فكرة إنك تبدأ شغل حر من بيتك بقت مش حلم بعيد، واللي عايز يدخل المجال ده من غير تعقيدات أو خبرة كبيرة غالباً أول اسم هيقابله هو خمسات للعمل الحر. والمنصة دي مش بس موقع، دي زي ساحة تدريب حقيقية لأي حد عايز يختبر نفسه ويبدأ يبني مستقبل في عالم الفريلانسر. مقدمة عن موقع خمسات للعمل الحر. موقع خمسات للعمل الحر هو منصة عربية بتربط بين الناس اللي عندها مهارات وخدمات صغيرة وبين اللي محتاجينها. يعني لو انت بتعرف تكتب مقالات أو تعمل تصميمات بسيطة أو حتى عندك خبرة في الترجمة أو التسويق، تقدر تعرض الخدمة دي هناك. والأسعار بتبدأ من $5 بس، وده بيخلي أي عميل يجربك بسهولة من غير ما يتردد. ومع الوقت تقدر تزود أسعارك وتوسع خدماتك. المنصة دي اتعملت مخصوص عشان تناسب المبتدئين، وده اللي بيخليها مختلفة عن مواقع فريلانسر للمبتدئين العالمية اللي ساعات بتكون المنافسة فيها صعبة جدا. ليه تختار منصة خمسات للعمل الحر؟ سهولة التسجيل والاستخدام، مش محتاج تكون خبير تقني عشان تبدأ. كل حاجة بالعربي، التواصل أسهل وأوضح. فرصة ممتازة تبني سمعة وتقييمات كويسة بسرعة. مجتمع كبير حواليك بيساعدك وبيجاوب على أسئلتك. خطوات عملية تبدأ بيها على خمسات للعمل الحر. حدد المهارة اللي عندك، أي حاجة بسيطة ممكن تتحول لخدمة مطلوبة. اعمل وصف جذاب وواضح للخدمة، خلي العميل يفهم أنت بتقدم إيه بالظبط. اهتم بالصور والعرض، الشكل بيفرق جدا في جذب الانتباه. التزم بالمواعيد، الرد السريع والتسليم في الوقت بيخلي تقييمك عالي. اطلب من عملائك يسيبوا تقييم، ده بيزود ثقة الناس فيك. إزاي تكبر شغلك على موقع عمل حر زي خمسات؟ جرب تضيف خدمات متنوعة، مش بس حاجة واحدة. تابع السوق، شوف الناس بتطلب إيه وحاول تقدم خدمات قريبة. طور نفسك، خد كورسات صغيرة أو اقرأ مقالات عشان تحسن مهارتك. اعمل علاقات، العميل اللي بيرجع لك مرة ممكن يرجع لك 10 مرات لو لقى شغلك كويس. مميزات خمسات للعمل الحر مقارنة بمواقع فريلانسر للمبتدئين. المنافسة أقل من مواقع العالمية زي Upwork أو فريلانسر. الأسعار مناسبة كبداية، وبعدها تقدر تطور وتكبر. الدعم بالعربي، وده اللي بيخلي التواصل أسهل وأسرع. فرصة تبني بروفايل قوي وتنتقل بعد كده لمواقع أكبر. نصايح ذهبية للنجاح في خمسات. الصبر، البداية ممكن تكون بطيئة، لكن مع الاستمرار هتلاقي نتائج. الجودة أهم من الكمية، خدمة واحدة ممتازة ممكن تجيب لك عملاء كتير. خلي عندك أسلوب محترم في التعامل، ده بيخلي العميل يرجع لك تاني. جرب تسوق لنفسك بره خمسات زي السوشيال ميديا أو المدونات. قصص نجاح من خمسات. في ناس بدأت بخدمة بسيطة جدا زي كتابة مقال أو تصميم صورة، ومع الوقت بقوا عندهم دخل ثابت شهري. في قصص كتير بتثبت إن المنصة دي مش بس تجربة، لكنها بداية طريق حقيقي. ليه خمسات للعمل الحر فرصة حقيقية؟ المنصة مش بس مكان تبيع فيه خدمة ب$5، دي بداية طريق. ناس كتير بدأت من خمسات وبقوا عندهم شغل ثابت ودخل شهري محترم. الفكرة كلها إنك تبدأ صغير وتتعلم من كل تجربة. مقارنة بين خمسات ومواقع عمل حر تانية. لو قارنا منصة خمسات للعمل الحر بمواقع زي فايفر أو أبورك، هنلاقي إن خمسات أسهل للمبتدئين. المنافسة هناك شرسة جدا، والعميل بيبقى عايز خبرة كبيرة. لكن في خمسات أي حد عنده مهارة بسيطة يقدر يبدأ ويلاقي فرص. إزاي تستفيد من وقتك على خمسات؟ نظم وقتك، خلي عندك جدول يومي أو أسبوعي. حدد أهداف صغيرة زي إنك تبيع أول خدمة أو تحصل على أول تقييم. راقب تقدمك، شوف إيه اللي بيجيب نتائج وركز عليه. جرب أفكار جديدة، ممكن خدمة صغيرة تحقق نجاح كبير. الأسئلة الشائعة حول خمسات للعمل الحر. خلينا نجاوب على أكتر الأسئلة اللي بتدور في دماغ أي حد عايز يبدأ على موقع خمسات للعمل الحر، عشان الصورة تبقى أوضح وتعرف تتصرف من أول يوم. إزاي أسجل في منصة خمسات للعمل الحر؟ التسجيل بسيط جدا. تدخل على الموقع وتعمل حساب جديد ببريدك الإلكتروني وتبدأ تضيف بياناتك وخدماتك. هل لازم أكون محترف عشان أبيع خدماتي؟ لا، خمسات معمول أساساً للمبتدئين. أي مهارة صغيرة زي كتابة محتوى أو تصميم صورة بسيطة ممكن تتحول لخدمة مطلوبة. إيه أقل سعر للخدمة على خمسات للعمل الحر؟ الخدمة بتبدأ من $5، وده بيخلي العميل يجربك بسهولة، وبعد كده تقدر تزود السعر مع زيادة خبرتك وتقييماتك. إزاي أضمن إن فلوسي توصل بأمان؟ الموقع بيحجز المبلغ من العميل قبل ما تبدأ،
ولما تسلم الخدمة ويتأكد العميل إنها تمام، الفلوس بتتحول لحسابك. هل ممكن نشتغل على مواقع عمل حر تانية غير خمسات؟ طبعاً، خمسات بداية ممتازة، وبعد ما تبني خبرة وتقييمات ممكن تنتقل لمواقع أكبر زي Upwork أو فريلانسر. إيه أهم حاجة تركز عليها عشان تنجح في موقع عمل حر زي خمسات؟ الالتزام بالمواعيد والجودة العالية، دول أهم نقطتين بيخلوا العميل يرجع لك تاني ويكتب تقييم كويس. الخلاصة، خمسات للعمل الحر مش بس موقع، هو فرصة حقيقية لأي حد عايز يبدأ شغل حر من البيت. وسواء أنت طالب أو موظف أو حتى عايز تزود دخلك، المنصة دي هتكون بداية كويسة جدا. ومع شوية صبر وتطويع هتلاقي نفسك بتتحول من مبتدئ لواحد عنده شغل حر ثابت ودخل شهري محترم.